أسس بالعربي. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 3 من كورس إيس بالعربي، كورس المدرب الشخصي، ألا وهو بعنوان Basic of Behavior Change. من الحاجات اللي هناخدها النهاردة في شابتر 3 رقم 1 Know the most popular behavior theory that people use. وهنا هنتعرف على أشهر نظريات السلوك اللي الناس بتستخدمها. أولا يعني إيه سلوك؟ السلوك ببساطة هو أي تصرف أو فعل بيعمله الإنسان، سواء كان كلام، حركة، رد فعل أو حتى تفكير. يعني أي حاجة بتعملها في حياتك اليومية بتعتبر سلوك، زي الأكل، الكلام، المشي، التمارين. السلوك كمان ممكن يكون إرادي، يعني الواحد بيعمله بقرار منه، زي إن هو يقرر يروح الجيم كده أو يذاكر. أو قد يكون لا إرادي، زي دقات القلب لما تزيد كده ردود فعل، خفت مثلا، حب، الكلام ده كله. وكمان ما ننساش إن السلوك بيتأثر بحاجات كتير قوي، زي المشاعر، البيئة، التربية. الكلام ده كله بيأثر. زي واحد متعود يصحى بدري ويلعب رياضة، ده سلوك اتكون عنده مع الوقت. وحد تاني مثلا متعود انه يسهر او يكسل شوية عن التمارين، ده برضه يعتبر سلوك، بس سلوك ايه؟ سلبي. وعشان نغير اي سلوك لازم نفهم ايه اللي بيأثر عليه، وازاي نحفز نفسنا على التغيير بطريقة تخلينا نلتزم وما نرجعش تاني للعادات القديمة. رقم 2 Explain self-determination theory and strategies that may be used to support its framework when working with clients. هنفهم هنا يعني ايه نظرية تحديد الذات، وازاي ممكن تطبقها مع العملاء عشان تساعدهم يلتزموا. هلا استنى هنا، طب ايه هي اصلا نظرية السيلف ديترمينيشن دي او نظرية تحديد الذات؟ ببساطة هي نظرية في علم النفس بتشرح ليه الناس بتعمل حاجات معينة، وهل بيعملوها عشان هم فعلا عايزين كده ولا عشان مضغوط عليهم. النظرية دي بتقول ان في 3 حاجات نفسية اساسية لازم تكون موجودة عشان الشخص يكون عنده دافع حقيقي داخلي ومتحمس انه يكمل في الحاجة دي. اول حاجة الاوتونومي او الاستقلالية، وده يعني يحس ان عنده حرية الاختيار، مش حد غاصب عليه. من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، في حرية. طب يلا نروح نصلي. كومبتنس يعني ايه؟ يعني انه يحس بكفاءة النجاح بتاعته، قادر ينجح فيها وبيتحسن فيها، فبالتالي هيكملها. اما ريليتنس او بمعنى صح الترابط الاجتماعي، يعني انه يحس مش هو لوحده اللي بيعمل الحكايه دي، ده في ناس كتير قوي برضه بتعملها، طب يلا كلنا نروح. ال3 حاجات دول مع بعض بيكونوا متحققين مع الشخص، فبيخلوا عنده دافع داخلي انه يكمل في الحاجه دي وما يحسش ان هي مجرد واجب او ضغط عليه. طب احنا هندرس الكلام ده ليه يا كوتش؟ عشان تطبقه مع العملاء. يعني لو عايز واحد يبدا رياضه بيلتزم بيها، يخليه يختار التمارين بتاعته اللي هو بيحبها، يبقى كده هو مجبر ولا مخير؟ ادي حققنا رقم 1. نمرة 2 ان نشجعه دايما ونحسسه ان هو بيتحسن، وادي رقم 2. نمرة 3 نشركه مع مجموعة من الناس، يحس ان الناس كلها عايزة تهتم بالجيم، بص الدنيا كلها ازاي، فدي بتديله فرص كبيرة انه يكمل معانا وما يسيبش التمرين ويزهق منه. رقم 3 describe the trans-theoretical model of behavior change and its component stages. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنتعرف على نموذج التغيير. ما هو الناس عشان تغير سلوكها مش بيتغير مرة واحدة كده، ده بيحصل بعدة خطوات معينة. لما تلاقي واحد ثبت على عادة جديدة لازم تعرف ان هو مر على كذا مرحلة عشان يوصل ليها، وده الفرق ما بين ناس حاولت كتير تبطل تدخين مثلا وما قدرتش. فعشان هنا هنشوف كل حاجة بالتفصيل جوه الحلقة. رقم 3 implement basic strategies found on common behavior theory model to help a client adopt and maintain physical activity behavior. هنستخدم هنا بقى شوية استراتيجيات بسيطة معتمدة على نظريات السلوك عشان تشجع العملاء على ممارسة النشاط البدني والحفاظ عليه. رقم 4 identify principle of behavior change and how they may affect clients who are embarking on new physical activity program for the first time or client who are already engaged in a physically active lifestyle. وهنفهم هنا مبادئ تغيير السلوك وتأثيرها على الناس، سواء اللي لسه بادئين يتمرنوا لأول مرة أو اللي بقالهم فترة بيتمرنوا. وأخيرا implement basic strategies to decrease the likelihood of client dropouts by taking into account adherence related factor. هنطبق مع بعض طرق هتساعد العملاء بتاعتنا على الاستمرار في التمرين معانا وتقليل فرص ان هم ممكن يزهقوا او يسيبوا التمارين. يلا مع بعض ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة.
أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Bel Arabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through